كل متعلم مثقف ومش كل مثقف واعي، ومش كل اللي بيكلمك بلغة كبيرة وبمصطلحات كبيرة قوي يعني وغريبة يبقى هو فاهم اللي بيقوله. زماننا مليان شهادات ومقالات ومعلومات والإنترنت ما خلاش حاجة، لكن قليل قوي اللي عنده فعلا وعي حقيقي. طيب أولا يعني إيه متعلم؟ المتعلم ده هو اللي دخل تعليم رسمي، يعني دخل في المدارس، خد شهادة، حفظ شوية معلومات، نجح في نظام معين، وده شيء محترم ومهم جدا طبعا. لكن المتعلم ممكن يكون محدود التفكير، بيكرر اللي اتقال له، ما بيطبقش اللي هو اتعلمه وعرفه، ما بيعترفش بالغلط اصلا. يعني مثال مهندس شاطر جدا في شغله بس مش بيعرف يتحاور ولا يتناقش ولا بيسمع رأي غيره، ده متعلم بس مش بالضرورة يكون واعي. طب يعني ايه مثقف؟ المثقف ده هو اللي بيقرأ كتير قوي وبيفهم، متابع، عنده معلومات متنوعة، بيعرف يتكلم عن مواضيع كتيرة قوي في الحياة. بس برضو الثقافة ساعات بتبقى استعراض. يعني في مثقف دايما بيجادل اكتر ما بيفهم، بيفرض رايه، بيستخدم مصطلحات دايما للتقليل من غيره او عشان يبين اللي قدامه انه مش فاهم. مثال على كده مثلا حد دايما بيهزمك بالكلام، يعني عنده لسان، ربنا مديله لسان فدايما بيهزمك بالكلام، بس في الواقع هو مش فاهم الناس ولا حتى فاهم نفسه. ده مثقف بس للاسف وعيه ناقص شويه. طب يعني ايه بقى واعي؟ الواعي بقى هو اخطرهم واهمهم. اوكي، الواعي هو اللي بيفهم نفسه قبل ما بينتقد غيره، بيفهم الواقع، مش بس بيحفظ معلومات وبيرددها، بيوازن وما بيتطرفش بالرأي أو بالفكر، بيسمع قبل ما بيحكم، دايما بيعرف إن الحقيقة غالبا لها أكتر من زاوية، فبيكون عقله متسع لتقبل كل الآراء وتقبل إن هو يشوف الموضوع من أكتر من زاوية. الواعي دايما هادي، ما بيستعرضش، ما بيتخانقش، ما بيعليش صوته، لما بيتكلم كلامه مؤثر وفيه حكمة. الوعي مش شهادة ولا عدد كتب معينة اتقرت، الوعي دايما نضج عقل وقلب. الفرق بينهم بقى في سطر واحد كده عشان نعرف الفرق بين المتعلم المثقف والواعي. المتعلم بيعرف، المثقف بيفهم، الواعي بيطبق وبيحكم بالعقل. او ببساطه المتعلم ده عقله مليان، والمثقف ده لغته واسعه جدا، والواعي روحه ثابته. طيب الحقيقه بقى اللي لازم تتقال، اخطر واحد فيهم هو المثقف من غير وعي، لانه كان عنده كلام طبعا وعنده لسان حلو بس من غير اتزان. اما الواعي حتى لو معلوماته اقل بيبقى امن واحكم واثره اطول من اي حد من اللي فاتوا دول. طيب ما تسعاش بقى ان انت تبقى بس متعلم ولا بس مثقف، ارجوك اسعى انك تبقى واعي، عندك عقل واعي وقلب واعي. الوعي ده بيخليك تشوف صح وتحكم بالعدل وبتعيش بسلام من غير ما تحاول تكسر حد. الوعي دايما قليل بيننا اليومين دول، لكن بصراحه وجوده بيبقى فارق. لو شايف ان الكلام ده محتاج يتقال وصله للي حواليك، واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.